اهلا متابعين قناة مامي هيرو، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حبيت اشارككم اوردر جالي حلو قوي قوي. انا اشتريته على فكرة وجميع المنتجات اللي انا بعرضها في قناتي بجد بتبقى مش اعلانات، ده حقيقي. انا بشتريها فعلا تمام، وما يعني مش مجرد اعلان، انا بنقل صورة بجد من استخداماتي للمنتج ده نفسه. فانا النهارده كان في شركه حلوه قوي، كان عليها طبعا يعني اقبال ضخم جدا من متابعين كتير قوي وناس كتير قوي. فقررت ان انا اجيب بعض منتجاتها اجربها معاكم. فالنهارده جالي الاوردر، حبيت اوريكم شكله، وان شاء الله هجربه الفتره الجايه، لان انا فعلا كنت محتاجه المنتجات دي لانها خلصت عندي. كان عليه اوفر حلو جدا جدا بمناسبة راس السنة. فجبت المنتجات دي، ده كونديشنر ودوت الماسك ترميم، ماسك الترميم بتاع الشعر ده كله بزيت الارجان، الاتنين دول، ودول كمان نفس الايه، نفس زيت الارجان. بصوا حتى اللون واحد يعني. هي في اكتر من مجموعة عندهم. بوبانا، شركة بوبانا دي شركة يعني مصرية ومعروفة جدا خلال الفترة اللي فاتت واشتهرت قوي يعني. بس الاوفر ده حلو قوي يعني. انت لو رحتي اشتريتي المنتجات دي من بره مثلا من اي هايبر ماركت او حاجة هتلاقيها بمبلغ. كل حاجة على حدة يعني. ممكن الشامبو ده يبقى مثلا ب130، الزيت دوت كريم تصفيف تمام. هفتحه لكم دلوقتي اوريكم بالظبط ايه الدنيا. الحاجات دي بره اغلى من الاوفر ده، فهم كانوا عاملين اوفر حلو قوي على الاربعه دول، المجموعه دي مع بعض تمام. كان بالظبط ب 400 جنيه. كان كمان عليه الشحن مجاني، وانا استفدت بالشحن المجاني وبالعرض دوت خلال الفتره دي. منتجات حلوه قوي، خاليه من السلفات والباربين، ما فيهاش اي حاجه كيميكال خالص. المنتج مصري 100%. احنا الفترة دي طبعا بنحفز المنتجات المصرية والشركات المصرية، وفعلا اثبتت فعاليتها الفترة اللي فاتت ان هي يعني لحد كبير منافسة بشكل كبير قوي قوي للمنتجات الأوروبية والمستوردة. فاحنا هنجرب الفترة الجاية العرض ده، وان شاء الله هقول لكم عليه من اول استخدام هل فرق معايا ولا لأ. ريفيو المرة الجاية عن شركة بوبانا. انا جبت برضو من بوبانا الفترة اللي فاتت واستخدمته يعني حوالي اسبوعين كده او 3 اسابيع. السيرم بتاعها كان حلو جدا جدا، وكنت جايبة كمان الصابون المغربي بتاعها حلو قوي قوي قوي. هوريه لكم دلوقتي حالا، وهفتح معاكم المنتجات دي هوريها لكم على الطبيعة. خليكم معايا. رجعت لكم تاني وهوريكم المنتجات اللي انا جبتها مع بعض. دي المجموعة الاولانية اللي انا جبتها حاليا، ودول انا كنت جايباهم قبل كده من حوالي اسبوعين 3 كده. جربتهم حلوين قوي قوي. الصابون المغربي ده طلع تحفة قوي، استخدامه جميل على بشرة ندية. بتحطي كمية وبتقعدي 10 دقايق بالظبط، وبتفركي بالليفة المغربية. وسعره كان 40 جنيه، 48 جنيه حاجة يعني. يعني على الكمية دي فهو هايل قوي قوي. بالنسبة للسيرم دوت انا مخلصة يعني ربع اهو. حلو جدا على الشعر بزيت الجاجوبا. بيتحط طبعا للحماية قبل اي سشوار او بيبيليس. في حماية 30 كمان يعني، في اهو مكتوب حماية 30 بلس 30. فمناسب جدا لكل انواع الشعر. وكان تقيل اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا عامل ازاي تقيل قوي. فكمية صغيرة منه بتتفرد على الشعر كله يعني، بتبقى حلوة قوي. اما بقى المنتجات اللي انا جبتها دي يعني دول استخدمتهم وكانوا بالنسبة لي بصراحة حلوين قوي.
ان شاء الله هبقى اكررهم تاني. اما بقى بالنسبه لدول، فانا طبعا اللي حفزني ان انا اشتريهم هو المنتجات اللي انا جبتها في الاول. فديت بالنسبه لي كنت محتاجه بلسم، كنت محتاجه شامبو، كنت محتاجه كريم وماسك للشعر، لان انا الفتره اللي فاتت عملت صبغه وشويه نشفت لي شعري، فكنت لازم ان انا الحقه بقى بسرعه. فجبت بقى المنتجات دي خاليه من البارابين والسلفات. هنشوف ده بايه. انا كل المجموعه جبتها بزيت الارجان، يعني ده تصفيف المعالج كيميائي. انا عشان في كذا نوع، انا جبته المعالج كيميائيا عشان انا البهدله بتاعت الصبغه وكده كنت محتاجه حاجه ترمم الشعر اكتر وتعالجه اكتر، لانه بدا ان هو ينشف شويه. نعم يا سوسو. تمام. ده بالنسبة للكونديشنر. اما الشامبو بقى فهو برضو بزيت الارجان، الاتنين دول زي بعض، يعني نفس الزيت الارجان، الاتنين زي بعض، ده شامبو وده الكونديشنر. اما ده بقى حاجة كده زي بديل الزيت، اسمه ليفين كريم بوبانا بزيت الارجان. ده ترطيب الشعر التالف والهائش، ده اللي هو انا بالصراحه فانا جبته علشان الشعر الهايش والتالف عشان ما يتلفش اكتر. فهشوف وهجربه وهقول لكم اكيد اكيد اكيد. ده طبعا بيستخدم بعد الشامبو والكونديشنر. اما الماسك ده انا كنت برضو عايزه ماسك ترطيب وترميم، فانا قلت المجموعه كلها لو اشتريت كل واحد لوحده هتبقى بمبلغ يعني كبير. فلما نزل العرض على الموقع بتاعهم فبصراحه انتهزت الفرصه جدا وجبته. بالنسبه للكميه السعر مناسب قوي قوي، لان بصوا دي كام، دي 400 ملي ودي 400 ملي ودي 200 ملي ودوت 500 ملي، شايفين؟ فلا الموضوع اكيد هيقعد معايا فتره، هيقعد معايا فتره ان شاء الله حلوه. كده المجموعه كملت بالسيرم والصابون المغربي، يعني مجموعه حلوه جدا متكامله. لو استمرينا عليها هنشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي، واكيد هجيب لكم ريفيو بالنتيجه بقى في الاخر. هقول لكم هل المنتج ده يستحق ان احنا ندفع فيه فلوس ولا ما يستحقش. تمام. ان شاء الله في الفيديو الجاي يعني اكيد هقول لكم يعني انا استخدمتهم، ومثلا يعني شهر كده من دلوقتي هرجع اقول لكم المنتج ده عمل معايا ايه. خصوصا انا كنت صبغه شعري وكان نشف شويه وهايش، فهنشوف ان شاء الله يكون يعني في نتيجه كويسه. يكفي ان هو منتج مصري من شركه مصريه. خلاص بقى سيبونا بقى من باقي الشركات التانية. انا عايزه اقول لكم ان بجد الشامبو بتاع لوريال كان بجد بينشف الشعر. هو بيقولوا الهايرونيك وبتاع، كان فيلم على الفاضي، مش حاساه يعني ممكن استخدمه، لان انا طبعا مش هعرف ارمي الازازه لان لسه كامله. فانا هستخدمه مره واحده في الاسبوع. محتاجين ان احنا حاجه تنظف فروة الراس كويس قوي، مرة حتى في الأسبوع بيكون فيها الحاجات الكيميائية دي. لكن بقية أيام الأسبوع أكيد هستخدم بوبانا، لأن زي ما قلت لكم ما بيبقاش فيها أي مواد كيميائية ولا سلفات. ده مكتوب كده على فكرة من الظهر. بصوا كاتبين ايه اهو، انا عايزاكم تقروا معايا. بيتحط في منتصف الخصل، يعني ما بيتحطش على فروة الراس. يعني هما كمان ايه كاتبين بحذر جدا، لانه طريقة الاستخدام بتبقى مهمة قوي للنتيجة عشان تطلع نتيجة معاكي كويسة. ده للشعر المتموج. ده كريم زي ما احنا قلنا. الماسك بقى، الماسك اهو تمام، نفس برضو زيت الارجان والمعالج بالمواد الكيميائية. طريقة الاستخدام بعد غسله بالشامبو.
بتحطيه وبتسيبيه 10 دقايق وبعد كده بترجعي تشطفيه تاني. اكيد هيدي نتيجة يعني، مش معقول بزيت الارجان ومش هيدي نتيجة. بصراحة انا حبيت المجموعة دي اللي هي لونها ليموني كده شوية عن المجموعة اللي هي الاحمر، لان في نفس المجموعة اللي لونها احمر دي منها الشامبو والكونديشنر بتاعها والماسك والكريم. بس انا حبيت اخلي كله بزيت الارجان، يعني حتى الصابون المغربي ده كنت جايباه بزيت الارجان، لان انا بحب جدا زيت الارجان وعارفه فايدته قد ايه على الشعر والبشره والجلد، يعني فوق الوصف. لدرجه انا فعلا كنت جايبه زيت ارجان كده لوحده، ازازه تقريبا 100 ملي او 50 ملي، كنت عرضها قبل كده في القناه وقلت لكم قد ايه مهم وقد ايه يعني لما بتعملي حمام زيت منه بيبقى حاجه نتيجه وهميه بصراحه. فكان هو الحل الامثل خلال الفتره اللي انا فيها دي علشان اظبط شعري من الصبغات الكتير اللي انا صبغته خلال الفتره اللي فاتت. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ده كده ريفيو سريع عن اللي انا استخدمته واللي ان شاء الله هستخدمه الفتره الجايه. هرجع باذن الله الفتره الجايه، ادوني بس كده اسبوعين 3 اجرب المنتجات دي، واكيد اكيد هرجع اقول لكم هي مفعولها ايه على الشعر التالف بجد. هشوف وهاجيلكوا بريفيو يعني ما فيهوش اي نقطه مبالغه. ان شاء الله هقول لكم والله على كل حاجه بالنسبه لشعري واستخدامات المنتجات دي ايه، وهل اثرت معايا بالنتيجه ايجابيه ولا لا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد تاني من قناتي قناه مامي هيرو. شكرا واشوفكم على خير، تنسونيش في الكومنت واللايك والشير. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.